ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. يا ترى عرفت ايه هي رسالتك في الحياة؟ هل انا ليا رسالة في الحياة؟ اكيد طبعا كل شخص فينا ربنا خلقه له رسالة في الحياة. طب لو انا طالب مثلا هتكون رسالتي ايه؟ رسالتك ان انت تتعلم، ان انت تجتهد، ان انت يكون لك دور في الحياة. لو بتفهم في حاجة كويسة وتعرف ان انت تعلمها لحد، ديت ممكن تكون رسالتك. ان انت مثلا شاطر او كويس في جبر الخواطر، فتكون دي رسالتك انك بتجبر خاطر كل شخص بتقابله. لو انتي ست بيت ومش بتشتغلي، فرسالتك في الحياة هي ان انتي تعلمي اولادك وتخليهم تعرفيهم دينهم، تعرفيهم ازاي يتعاملوا. لو هم رجالة تعلميهم ازاي ايه هي الرجولة. يعني تطلعي جيل قادر ان هو يتعامل مع المجتمع برجولة، بمسؤولية، بتحمل أعباء، بأخلاق، بدين، بقيم، متمسك بحاجات كتيرة جدا، بعادات وتقاليد، عارف ايه اللي ليه وايه اللي عليه، عارف ايه حقوقه وايه واجباته، عارف ازاي يدي وازاي ان هو يتعامل مع الناس بعطاء. لو انتي مدرسة وعندك علم، فهي دي رسالتك في الحياة. ان انتي بتفيدي الناس اللي هم الطلاب بتوعك، بتخليهم يطلعوا حتى لما يكبروا فاكرين المدرسة بتاعتهم ديت، وفاكرين الحاجة اللي هي اديتها لهم وسابت أثر فيهم وفاكرينها لحد دلوقتي. يعني أنا أفتكر مدرسة من المدرسات دخلت لنا مرة وأنا صغيرة جدا، يمكن كنت في تانية ابتدائي أو تالتة ابتدائي، وقالت لنا أنا هعلمكم دعاء. الدعاء دوت لو قلته كل يوم مش هيحصل لك حاجة وهتكون في مأمن. وقعدت حكت لنا قصة الراجل اللي قالوا له الحق بيتك بيولع، قال لهم مش ممكن بيتي يولع، لأن أنا قريت الدعاء اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اللي بيقول الدعاء دوت في يومه فربنا هيكفيه من أي حاجة، وأنا متأكد إن عمر ما في حاجة هتحصل لي. وراحوا فعلا لقوا ان بيته ما فيهوش اي حاجه، وان البيت ما مسوش اي سوء ولا اي حاجه. فقالوا له علمنا الدعاء ده. والدعاء هو اللهم انت ربي لا اله الا انت عليك توكلت وانت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، اعلم ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما، اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. أنت متخيل بقى إن أنا المدرسة دي معلمة معايا لحد دلوقتي، وقالت لنا ساعتها طلعوا ورقة وقلم اكتبوا الدعاء دوت واقروه كل يوم. كل ما هتقروه كل ما هتكونوا في أمان من إن ربنا يعني من أي كارثة أو أي شيء، ربنا هيكون مأمنكم أمان تام. اليوم اللي هتقراه فيه الصبح هتكون في امان لحد ما المغرب يجي، ولو قريته المغرب هتكون في امان لحد تاني يوم. ثابت فينا اثر، يعني ثابت فيا اثر، حفظت الدعاء من ساعتها. أه لحد الان انا لما بقعد مع حد بحاول ان انا اعلمه الدعاء دوت علشان اعرفه ان الدعاء دوت مفيد جدا. هو دي بقى الرسالة اللي كل واحد لازم يأديها، والدور اللي لازم تقوم بيه. وفي بعض العلماء لما جم يوم، يعني لما جم سألوهم ماذا فعل الله بك بعد ما توفوا، قال لهم ربنا لم ينظر إلينا، احنا يعني دخلنا الجنة لكن ربنا لم ينظر إلينا. فسألوا ليه؟ قال له علشان أنا يعني كتمت العلم اللي أنا اتعلمته. يعني أنا كان عندي علم بس ما علمتوش لحد، أنا كان عندي علم كبير جدا، وإحنا عارفين إن العلماء ورثة الأنبياء، ولكن إن العلم دوت ما علموش لحد، فربنا لم ينظر إليه. فمعنى كده إن كل شخص في الدنيا له دور المفروض إن هو يقوم بيه. الدور دوت هو دوت اللي انت ممكن الدور ده يدخلك الجنة. شوف ايه هو الحاجة اللي انت ربنا خلقك ليها. لو انت شاطر في ان انت تعرف الناس مثلا اصول دينهم والقيم والعادات والتقاليد، اعمل كده واوعى تبخل على الناس دي. لو انت بتفهم في علم مثلا كويس جدا، فهمه للناس وحاول تبسط المعلومة. لو انت طبيب حاول ان انت تعرف الناس ازاي ان هم ايه هي طرق العلاج، ايه هي، ادي نصايح للناس حتى لو النصايح دي مجانية. لو انت مهندس عرف الناس ايه هي مثلا
الحاجات اللي المفروض ما يقعوش فيها ساعة لمّا يكونوا بيبنوا، وإيه هي الأخطاء، وإزاي إن هم يتجنبوا إن حد يضحك عليهم أو إن حد ينصب عليهم، إيه الحاجات الصح وإيه الغلط، إيه الحاجات اللي إحنا المفروض نعملها. كل شخص في الحياة ليه دور، ليه دور المفروض إن هو يقوم بيه، ليه دور إن المفروض إن هو يعمله، الدور دوّة هيتحاسب عليه. أنت لو أب هتتحاسب على أطفالك، هتتحاسب هل أنت ربيتهم التربية الصح، هل أنت علمتهم، هل أنت زرعت فيهم الخير والشر، هل أنت عرّفتهم كل حاجة. لو أنتِ أم هتتحاسبي على الأطفال ديّة، ولو طلّعتِ جيل فاسد هتتحاسبي على الفساد دوّة، ولو طلّعتِ جيل كويس أو أشخاص كويسين هتلاقي الجزاء عند ربنا والمكافأة هتكون عظيمة جدًا. حاول تدوّر على الدور اللي ربنا خلّاك تقوم بيه وتعمله، واعمله على أكمل وجه علشان هنتسأل وهنتحاسب على الدور بتاعنا. كل شخص بيعمل دوره وبيأدّيه بنجاح هيدخل الجنة طبعًا، هيكون دوّة في ميزان حسناته وهيرفعه درجات. حاول إن أنت تفكّر كده وشوف إيه الدور اللي أنت المفروض تأدّيه، وإيه الدور اللي ربنا خلّاك المفروض إن أنت ده هيكون دورك في الحياة. اعمله على أكمل وجه وتمّه، واحتسبه عند ربنا أجر إن دوّة يكون في ميزان حسناتك. وإن شاء الله كل حاجة أنت عملتها هتلاقيها يوم القيامة في ميزان حسناتك، هتشفع لك وهتكون ليك شفيع في دخول الجنة. دَوّر على الدور بتاعك وحاول إن أنت تعمله، وفكّر كده أنت ربنا سخّرك إن أنت تعمل إيه بالضبط. والسلام عليكم ورحمة الله.